انا عايز اقول لكم بقولها من باب حاله الفهم. انا بغض النظر عن التوقيت كان مناسب لرفع الاسعار ولا مش مناسب محمد. لكن انا عايز اقول لك السادات سنه 77 حب يواجه المشكله المصريه. حب ايه؟ اللي هو ان حضرتك تشتري الحاجه بايه؟ بثمنها بجنيه تاخدها بجنيه. انا عايز اقول لك انت لازم يوصل يا محمد يا عطيه للبلد ان الناس ما تبقاش لاقيه تاكل عشان تاخد القرار. القرار ده حب ياخده السادات 77 ومن وقتها للنهارده كله خايف. يقول لك شفت ال 77 شفت ال 77. وانا عايز اقول لك النهارده هنقول الجائزه من 62 ل 67 لفتها كده 67 الراجل اللي بيعمل كباب بياخدها بيعمل اكتر كده شويه بياخدها طويله قوي شويه. الراجل اللي بيعمل مش عارف ايه، الراجل اللي بيعمل عمايل الطوب، اللي بيعمل فراخ، اللي بيعمل كده بياخدها بالثمن. فانت في ملايين او مليارات بتروح من غير قصد تجيب حد. لو ان البلد مش قادره تعمل ده. البلد انا عايز اقول لك ان عشان تعمل تخشب عملت 50% خفض في مرتبات الناس، والناس تفهمت. جنوب السودان يا محمد لما استقلت وانفصلت عن شمال السودان خفضوا المرتب 50%. الناس ما فهمتش. انا مش ماليش دعوه بالقرارات، لكن عايز اقول لك ان في حاجه محتاجين كلنا مصريين اذا كنا بنحب بلدنا بجد ان موضوع الاسعار وموضوع الدعم ده يبقى لينا فيه معايير واقفه تاني. ما ينفعش النهارده انك انت تحط 107 مليار جنيه